ده فيديو ممكن ما يعجبش البعض، ممكن ما يعجبش ناس كتير، ولكن للأسف الصح صح والغلط غلط. بمعنى مش عارف أبدأ منين وأتكلم إزاي، ولكن الموضوع بقى أوفر أوي بصراحة. يعني هو كل سنة بيحصل ترند في الحتة ديت عن صلاة العيد. يعني الموضوع المرة دي بقى أوفر بزيادة جدا، يعني بقى مقرف. والناس دي غبية أو بتستغبى، أنا مش عارف. مش بغلط في حد، إن في 10% بس ناس كويسة و90% بيستغبوا أو واخدين الموضوع هزار واخدين الموضوع عبط وعبث وقرف. فالواحد بصراحة نفسه كده يمسكهم كده يعجنهم يزنوهم في الحيطة كده أو ينزل على دماغهم لحد ما يفوقوا. المهم يعني واخدين الموضوع ترند، بس الترند بنظافة وترند بطريقة لذيذة، لا ترند بقرف. المفروض انت نازل تصلي صلاة العيد. دي صلاة زي أي صلاة، والله اسمها صلاة العيد، اسمها صلاة العيد، زي صلاة الفجر، زي صلاة العصر، زي صلاة الظهر، زي صلاة الجمعة، زي أي صلاة. ليه واخدين الموضوع ان هو استهتار، واخدين الموضوع ان هو هزار مش بجد؟ ليه واخدين ان انت رايح تصلي واقف قدام ربنا؟ ليه واخد الموضوع ان انت واقف قدام صحابك وبهزار وترند وتصوير للاسف المناظر بقت مقرفه بزياده. 90% من الناس اللي رايحين يصلوا الجمعه رايحين للتصوير، يخلي صحابه يصوروا وهو بيصلي او يصور نفسه وهو بيصلي كده والناس وراه. جزء تاني رايح يهلس، وجزء تاني رايح يشقط، وجزء رايح يحك. للاسف هتقول لي بيحك ايه يا عم؟ دي صلاه، نعرف ان هي صلاه عيد، لكن الناس مش عارفه ان هي صلاه زي اي صلاه ولازم تحترمها. اختلاط بقى الرجاله مع الستات والستات مع الرجاله، ده واقف جنب واحده دي واقفه جنب واحده. وللاسف في صور كتير فيديوهات كتير بيصلي وفي قدامه واحده فعمال يبص عليها من ورا ومن تحت بما ان هي قدامه. عشان كده محرم الاختلاط في الصلاه يعني. معروف ان الستات بتكون ورا والرجاله قدام. يعني تخيل كده تبقى انت مثلا في صلاه الجمعه، هل تقبل انت تبقى في صلاه الجمعه وجنبك واحده انت في الجامع؟ طبعا لا. هي دي نفس الفكرة، هي دي صلاة زي أي صلاة ليها احترامها، لكن انتوا مش عارف ايه الهرج دوت. وحاجة تانية كمان، القبلة بتكون مثلا كده، لا بتلاقي شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده. انتوا بتهزروا؟ دي فيها افتكاسة من دماغكم. يعني القبلة كده، إيه اللي انتوا عاملينه دوت؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهرج ده؟ ايه القرف ده؟ ايه يعني؟ ليه يبقى القبلة كده؟ انا هشغل دماغي اصل مفيش مكان فهبص كده، بس اصحابي واقفين بيبصوا كده فانا هبص زيهم. انتوا بتكرروا ايه على دماغكم؟ انا مش فاهم. يعني هي صلاة والله العظيم يا جماعة، هي صلاة زي أي صلاة. والله إيه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ أنا مش فاهم. ايه العبث ده؟ ايه العبث ده؟ البنات رايحة تهبل. ويعني للأسف في دلوقتي فيديوهات كتير نازلة على النت، بنات واقفة بتعمل حركات بإيديها مش لطيفة خالص. يعني أصلا الحركات اللي بإيديها ديت في الطبيعي مش لطيفة، حاجة عيب. تخيل بتعملها وهي بتصلي. والشباب واقفة تهزر، وفي واحد دلوقتي لسه شايف البوست بتاعه واقف الناس كلها بتسجد وهي بتصلي، وهو واقف بالجنب بيخلي واحد صاحبه يصوره وهو معرفش باصص كده ولا باصص كده، وبيقول كلهم سجدوا إلا إبليس. بيهزر على أساس اللي هو إبليس بقى اللي هو جامد والولد مفيش منه اتنين. أنا نفسي أفهم إيه اللي في دماغ الناس ديت. يعني هو أنتوا ما تربطوش صح، ولا واخدين الموضوع هزار، ولا واخدين الموضوع ترند، ولا في إيه على دماغكم؟ أنا مش فاهم. ده منظر مقرف، ده حاجة مقرفة. متهيألي لو محدش منكم صلى وقعدتوا في البيت يبقى أحسن لكم من المنظر ده. لأن والله يا جماعة دي صلاة ليها احترامها وتقديرها. وأنت واقف قدام ربنا، مش واقف قدام الترند، مش واقف قدام صحابك. انتوا بتهزروا، والله المناظر مقرفة تحزن. جت هنيلة اللي عايزة خلف زي ما بيقولوا كده. طب أنت راجل، للأسف بقول لك راجل، راح تصلي وجنبك واحدة. راجل راح تصلي بتوطي فبتبص على واحدة. انتوا في ايه الغباء دوت؟ وازاي اصلا مفيش رقابة على حاجة زي كده؟ ازاي مفيش رقابة؟ ازاي مفيش ناس بتنظم الصلاة؟ يعني اللي هو لا ستات لا ارجعوا ورا. يعني كان في فيديو راجل محترم، ده اللي شفته، راجل محترم وحيد مش عارف فين الفيديو دوت، بيقول للناس يا جماعة ما ينفعش الاختلاط، ما ينفعش الاختلاط، ارجعوا ورا بعد اذنكم، ارجعوا ورا. والناس مش موجودة، الناس ولا هي هنا خالص، عشان خاطر مثلا عايز يصلي جنب حريمه ويصلي معرفش فين. ده حتى بالعقل لما بتكون انت بتصلي في البيت الراجل بيكون قدامه ومراتك بتكون ورا او عيالك بيكون ورا. بقى طبيعي بديهيات. فانتوا بتجادلوا في ايه ولا بتتكلموا في ايه؟ ولا انتوا بتعملوا دين جديد على دماغكم؟ وانا مش بتكلم في حلال وحرام لان انا مش شيخ، مش هقدر اقول لكم الحرمانيه، بس انا بتكلم حاليا بالعقل، مش بتكلم في الحرام وحلال. هي واضحه اللي انتوا بتعملوه ده حرام، بس انا بتكلم في اللي بالعقل. يعني بالعقل الرجاله قدام ستات ورا، بالعقل مفيش اختلاط. بالعقل انا نازل اصلي فخلاص انا قدامي ربنا، مش نازل اصلي عشان خاطر اتصور ولا اهلس. انتوا بتجادلوا في ايه؟ انتوا بتهزروا؟ انتوا بتخترعوا دين جديد بجد؟ ده اسمه ايه ده؟ وبالنسبة للي انتوا نازلين تشقطوا وتهزروا، ده والله دي صلاة. دي صلاة، والله دي صلاة، مش نازلين تشقطوا. يعني تلاقي البنت ضاربة مكياج في وشها، تمام، وبطرحة لحد هنا بالظبط مثلا كده، فكل شعرها باين، الحتة دي بس هي اللي متدارية.
حجاب ازاي؟ انت بتصلي قدام ربنا، ايه اللي انت عاملاه ده؟ وايه البرفان ده؟ وايه المنظر ده؟ وانت يا شاب انت هو رافع الاستشوار والدبلة والسلسلة والساعة والتفاحة في ايدك، صلي وخلص صلاة وخليك زي الرجالة، ارجع على بيتك او روح على الفطار وبتاع. متقفش بقى واقف مستنى البت اللي اسمها مش عارف ايه عشان ايه العباية الجامدة ايه يا معلم؟ يا معلم تعبتونا والله العظيم، حرام عليكم. مش معنى ان احنا واقفين في الشارع وبنصلي في حصيرة والكلام دوت يبقى ده هلس، لا، هو انت واقف قدام ربنا وبتصلي والله، زي صلاة التراويح، زي صلاة الجمعة، زي اي صلاة. انت فاهم الفكرة، بس ان الجوامع مش هتاخد عددنا.